ملهوف. ايوه يا ماما، حاضر، نازله حالا بس بطبقه. حاضر يا ماما. يا اخي قلت لك بطل العاده الوحشه بتاعتك دي. على فكره انا كلمت المعلم سيد علشان الشقه اللي تحت، سكانها خلاص هيسيبوها. يا خرابي كويس كده اهو الدلع. اتفضل بقى اعمل غير. راضي أبو ريشة فنان موهوب، لكنه لا يجد صدى لكل لوحاته. في إحدى جولاته يرى طالبا يكاد أن يغرق، يخلع ملابسه ويحاول إنقاذه، إلا أنه يبتعد عن الشاطئ. يظن الجميع أن راضي أبو ريشة غرق في الوقت الذي أنقذه فيه أحد الصيادين، وفجأة تمجد الصحف في عبقرية راضي. وقبل متابعتكم للفيلم الممنوع من العرض كان لفؤاد المهندس وناهد شريف وسمير غانم، والذي كتب قصته المؤلف أحمد حرك، وأخرجه عباس كامل. لا تنسوا دعمكم للقناة بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم لنا لتقديم المزيد فيما نقدمه لكم. كان هيحتاج عليا ابن الكلب ده. اصل ولف ابن ولفه. راضي أبو ريشة فؤاد المهندس فنان موهوب جدا، لكنه لا يحظى بالاهتمام من أحد بسبب أنه غير مهتم بمظهره، مع أنه مثقف جدا، فهو مغلوب على أمره. الشعراء والأدباء يلجؤون إليه لتصحيح كتاباتهم، ويدفعون له أجر ضعيف جدا في مقابل مكسبهم وشهرتهم على حسابه. مش انت، انا اللي هقدمها. طب ما تقدمها. اقدم ايه؟ انت مش فاهمني. انا عاوزك انت تشوف لي قصة من عندك، وطبعا هشوفك يا استاذ راضي. شنطة. إبراهيم سعفان صاحب محل ملابس حريمي وصديق لراضي يشتري منه راضي هدايا لمحبوبته عزيزة ناهد شريف، التي تتحجج لأمها للصعود إلى السطوح لنشر الغسيل لمقابلة حبيبها راضي في غرفته المتواضعة فوق السطوح. ايوه يا ماما، قال شرف البنت زي عود الكبريت اللي مش موجود في الجمعيه. ايوه قال انه زي عود الكبريت، ما قالش انه زي الولاعه الرونسون يا حلوه. يأتيه القهوجي ليعطيه جوابا من مجلة القلم والقرطاس تدعوه للحضور لنشر روايته، ويذهب راضي لمدير النشر سمير غانم الذي لا يهتم بوجود راضي، الذي ينصرف على أمل نشر روايته الجديدة، ويوصي صاحب القهوة المعلم سيد محمد يوسف ليعطي له شقة بالدور الأرضي بعد خلوها من الساكن ليتزوج فيها، حيث إن البيت أيل للسقوط، حيث أخبره بأن البلدية أخطروه بذلك. وأول ما الساكن يخرج من الشقة بتجوز راضي من عزيزة ويدخل فيها. السكان اللي فيها هيسيبوها الشهر ده، معقول يسيبوها؟ ايوه، اصل البيت بيني وبينك قايل للسقوط، وان شاء الله هيقع. البلديه اختارتنا بكده على خيرة الله، هم هيخرجوا من هنا وتخش انت وعزيزه من هنا. وعندما ينام راضي يحلم بأن مدير نشر القلم والقرطاس زاره في بيته ليخبره بأن روايته حازت إعجابه وسوف تنشر في جريدته، وأعطاه شيك ليحقق راضي حلمه بزواجه من عزيزة. وعندما ذهب راضي إلى مدير النشر ليعرف منه رأيه في روايته أتصطدم، وجاء الرد على غير ما توقعه راضي. وأرى أن تكتب لهم مذكرة في قسم الخليفة. ريحتها ايه، بصل؟ وخرج حزينا ليراه الكاتب سميح كارم أسامة عباس ويهديء من حزنه، ويأخذ منه الرواية ويعطي له مبلغا زهيد ويفرح به راضي. ولكن الكاتب سميح كارم يعدل من الرواية ليعرضها على مدير النشر سمير غانم. تبقى المهفوفون والمجهوفون والملهوفون. تأليف الكاتب اللوزاعي الأستاذ سميح كارم سميح، التي تحظى بإعجابه وتنشر في المجلة بعد أن أعطى للكاتب المعروف سميح كارم شيك تقديرا له على مجهوده على تلك الرواية العظيمة. ويؤلف راضي أغنية لمحبوبته عزيزة، ويأخذ الأغنية ليعرضها على المغني عوني هرموني سيف الله المختار، والذي نسب الأغنية له وغناها في الأذاعة. وكان على مسمع لهذا الكلام عبر الإذاعة راضي صاحب الأغنية الأصلي دون أن يتحرك غاضبا لهذا، ولكنه استقبل هذا دون أن يفعل شيئا، وقال المصيبة إن الناس هتصدق الكلام ده. ويحضر له صديقه شنطة ليخبر راضي بأن شركة أفلام النجمة موديل لحاجتها لقصص سينمائية، وأن مدير الشركة الجديد عزيز حسن مصطفى يرحب بكتاب السينما لعرض أعمالهم عليه شخصيا تشجيعا من الشركة إلى الشباب الصاعد. وأعطاه عنوان الشركة ليذهب إلى مدير الشركة يقرأ عليه الرواية السينمائية ويقترب من عنقها العاجي. انت يا استاذ، نعم، وطي صوتك شويه من المعروف، ولا اسمع ما اقول لك. روح اقعد على الكرسي اللي هناك ده. والذي يستقبل الراقصة نونا نجوى فؤاد دون الاهتمام بما يقرأه راضي عليه، والذي طلب منه أن يعدي عليه بعد 6 شهور. ويقابله الكاتب سميح كارم أسامة عباس
ليأخذ منه الرواية ويعطي له مبلغا تافه ويفرح به راضي، ويبوخه صاحب القهوة المعلم سيد محمد يوسف لأن ربنا وهبه بمواهب ولم يقدرها وراضي بقروشها، وإن الكل بيستغفلوه لأنهم شايفينه بجرة بيحلبوه. انت راجل ربنا رزقك بمواهب ما قدرتهاش وبعزقتها، في ايديك تكسب دهب وانت مش راضي غير بقروشهم. عايز اقول ان الكل بيستقرضوك بيستغفلوك، شايفينك بقرة قدامهم بيحلبوك. وفى إحدى جولاته على النيل يغافله كلبه المرافق له ويسبح في النيل ويكاد أن يغرق ليجري سريعا نحوه لأنقاذه، وتعثر الشرطة على ملابس راضي وتظن أنه غرق ويعلن ذلك في الصحف، وتعلم حبيبته عزيزا بوفاته وتحزن عليه حزنا شديدا. ويتشنك صديقه شنطة حزنا على فراق راضي. فالوقت الذي قام أحد الصيادين بإنقاذه سيد أمين هو وابنته خديجة محمود. الناس كانت فاكرانا قال ايه اسم الله اصطاد حوت وهنبيعه بقى بالكيلو لغايه ما وصلناك بالعربيه ونزلناك بالراحه ودخلناك البيت. فجأة تمجد الصحف في عبقرية راضة، تقع إحدى الصحف بالصدفة في يده ويكتشف مدى زيف ونفاق الجميع الذين يمدحونه بعد وفاته، وبعد أن رأى حبيبته عزيزة تتزوج من صديقه شنطة، ويرفض راضي هذا المجتمع الذي يسوده المنافقون، رغم أن صديقا له يستغل بيع لوحاته بثمن مرتفع للجمهور بحجة أنها لفنان راحل موهوب، وتعجبه حياة الصياد البسيط وابنته، فيقرر العودة إليهم للعيش معهم. الختام العبقري الذي اختتم به فؤاد المهندس ملحمته كان وكان وكان حين قال: في البلد دي لازم تموت الأول علشان تتشهر. نعم، نحن نوقر الأموات أكثر من توقيرنا للإحياء، فنقول اذكروا محاسن موتاكم، فقد أضفنا قدسية وهالة للموت، رغم أننا كنا نذم في شخص الميت وهو حي. مجتمع يعاني من انفصام حاد في شخصيته جعله يصبح عاله علي الحضارة. الفيلم فانتازي مشوق يعيبه الأداء الهزلي لبعض الممثلين، وعلى راسهم الفنان الجميل سمير غانم. أداء ناهد شريف لم يكن يليق بفتاة حارة. كاميرا عباس كامل كانت متزنا. موسيقي الفيلم لم تكن كما هو مأمول. البطل في نهاية المطاف هو قصة عباس كامل. فؤاد المهندس اجتهد وحاول الإلمام بأوراقه الفنية، لكن اعتقد زمام الأمور قد انفلتت منه في بعض الأحيان. الجميل في الفيلم أنك لو نقلت واقع الفيلم إلى عام 2014 لن تجد صعوبة في تغيير أي أحداث، فالملحن المرتزق الذي يعيش على أبداعات المغمورين، والناشر الذي لا يقرأ بل يعتمد على تقرير تعده له السكرتيرة التي تعيش بالرشوة، والمعلم الذي يبحث عن اليانصيب. مصر لم تتغير يا سادة. إذا لم تستطع شيء فدعه وجاوزه لما تستطيع، جملة لم يلتزم بها صناع العمل. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نتمنى أن نكون أسعدناكم بتحليل فيلم كان وكان وكان الممنوع من العرض، ويا ريت تكتبوا لنا في التعليقات عن أي فيلم حابين نعرضه ليكم، وده طبعا هيسعدنا لما نشوف تعليقاتكم وتواصلكم معانا. وفي نهاية عرضنا للفيلم وقبل ختامنا ما تنسوناش في الدعم للقناة، ونشوف زيادة اللايكات على الفيديو، وكل فيديو بيعجبكم في القناة، والاشتراك بالقناة تشجيعا منكم على تقديمنا المزيد، وتفعيلكم لزر الجرس ليصلكم كل جديد.